السلام عليكم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في وسط الصحابة وهم قاعدين. جت ست بتجري عمالة تدور ملهوفة في وسط الناس لغاية ما لقت طفل. أخدت الطفل ده في حضنها قوي. الست دي كان ابنها تايه منها. أنا عايزك تتخيل معايا إحساس الست دي ساعة ما لقيته. النبي بص للصحابة وقال لهم: ممكن دي ترمي ابنها في النار؟ الصحابة ردوا عليه وقالوا: مستحيل. رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة ربنا واسعة قوي، ورغم كده تلاقي ناس بتقول: أنا مهما عملت مش هخش الجنة، ده لو إبليس دخل الجنة أنا مستحيل أخشها. وتلاقي واحد تاني بيقول: ده أنا هخش النار بالطيارة الأباتشي. واحد يقول: أنا لازم أخش النار، أنا لو رحت الجنة مش هلاقي حد أعرفه. اللي بيقول كده ده مصدق وعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان بيقول لك مستحيل ربنا يغفر لك، كده كده انت داخل النار، يعني هتبقى لا دنيا ولا اخره. يا اخي اعمل بقى اللي انت عايزه. لكن اسمع وعد ربنا: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ربنا بيوعدك انك لو رجعت وتبت هيتوب عليك ويرضى عنك ويغفر لك. هتصدق وعد مين؟ وخليني اقول لك في الاخر: ذنبك مهما كان فهو اصغر بكتير من دي قصاد رحمة ربنا الأوسع بكتير قوي من المكان اللي احنا فيه ده.